ذكرى ميلاد رسام الكاريكاتير الراحل رمسيس. ولد في 10 سبتمبر من عام 1946. تخرج في كلية التجارة واتجه لفن رسم الكاريكاتير، صاحب فكرة برنامج يا تلفزيون يا، والذي استوحاها من خلال عمله كرسام كاريكاتير، وكان يعرض خلال شهر رمضان. انطلقت أولى حلقات برنامج يا تلفزيون يا في عام 1984، واستمر عرضه 20 عاما. استضاف خلال برنامجه كبار نجوم الفن، منهم عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس. عمه فؤاد لا يمكن حد يجي ناحيتها إلا بالخير. سهير البابلي، صلاح ذو الفقار، وعادل إمام وغيرهم. اتجه للتمثيل حيث شارك في أكثر من 17 عملا فنيا، وكانت البداية في عام 1990، وحمل الفيلم الأول عنوان صف عساكر، والذي شارك فيه النجمان محمد رضا وأحمد بدير. وشارك في نفس العام بفيلم جحيم 2 حرجادة بطولة النجم سمير صبري، كما شارك في فيلم الواد سيد النصاب بطولة الراحل سعيد صالح والقديرة إسعاد يونس. بحبك يا بنتي، انا حلوه بحبك بموت فيك يخرب بيتي. اختي مام، الناس تقول علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، ناس تزغرط ترقص تهيص، نحمده الصبر وصبر نحمده. كلامك حلو قوي يا ولد، انا مش حاولة كده. كانت أولى أعماله التلفزيونية مسلسل دموع صاحبة الجلالة، وكانت البطولة للنجمة ميرفت أمين من خلال شخصية الصحفي الانتهازي محمود عجب، والذي قدمه النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وكيف صعد على أكتاف النساء. كانت آخر أعماله الفنية فيلم عليه العوض عام 2003، وخاض بطولته الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة إلهام شاهين. ايه ده؟ انت اكيد بتهرج. ابدا والله يا عز بيه، ودي صوره هي من الطلب اللي قدموه للموافقه على المشروع. ده مشروع غريب فعلا. انا قلت برضه هلاقي سعادتك في العربيه دلوقتي. انا اعترت على حته مشروع، انما ايه؟ اوريجينال جدا. مدينه سياحيه لايه؟ اعوذ بالله. انت شايف كده يا عز؟ طيب نسيبنا من المشروع التاني. وذلك بعد عودة من الغياب عن التمثيل امتدت إلى 9 أعوام، منذ أن قدم فيلم 3 على مائدة الدم في عام 1994، البطولة للنجم الراحل محمود ياسين. في فكرة تانية يا برنس، لو عملناها هنستفيد كتير. احنا ننزل في المحلات بتاعت سيادتك بضايع وأقمشة بأسعار رخيصة، ونعمل حملة إعلانات في التلفزيون والجرايد والمجلات عن البضايع دي، باعتبار إنها مساهمة منك كرأس مال وطني في رفع المعاناة عن محدود الدخل.